ودي سمة كل البطولات دي. محاولة ومراوغة ومرور طيب وعرقلة وصفارة من حكم اللقاء، والقرار ركلة جزاء. القرار ركلة جزاء. مراوغة بشكل رائع، 1 و2 و3 ومرور جميل. ادي الكابتن معتمد جمال واقف والكابتن هاني رمزي قاعد وترقب لركلة الجزاء، لكن هل فيها بطاقة ولا لا؟ ادي احمد عيد عبد الملك، ده الفاصل الثاني اللي بيعمله. عمل الاولى بشكل طيب وقرب واحده والثانيه وعملها عرضيه، المره دي ادي سنده والثانيه والثالثه، والرجل الثابته تتسحب على طول من حسام كاظم، وهو بيسحبه كده وقف الكوره عكس اتجاهه وهو مدافع حسام كاظم، حط رجله معاه. كان الطبيعي ان يسقط احمد عيد عبد الملك، والطبيعي انه يصفر رضوان ويحسب ركله جزاء للمنتخب المصري. مع دقيقه واحده وقت محتسب بدل ضائع بنلعب فيها دلوقتي ركله جزاء للمنتخب المصري. كانت احتسبت ركله من قبل في لقاء العراق ولعبها صالح جمعه ونفذها على مرتين بالمناسبه وسجل في المرتين. المره دي احمد حمودي وركله الجزاء لمصر، ممكن الشوط الاول بهدف. حمودي داخل، حمودي مع محمد حمود، يودي حمود على اليمين ويلعبها له على الشمال. احمد حمودي الهدف الاول للمنتخب المصري من ركله جزاء في الدقيقه الاولى والوحيده من الوقت المحتسب بدل الضائع. يتقدم المنتخب المصري تقدم مستحق، لكن احمد عيد عبد الملك ولد تلاقي القياده والثبات والهدوء مع المهاره مع التوجيه بشكل طيب. اعتقد زي ما قلت مع حضراتكم وليس تاثيرا، لكن ده قرار الكابتن هاني رمزي وجهازه انه واحد من الاوراق الثلاثه اللي هتكون اساسيه معاه. وده واضح من ايه؟ يعني بندلل عليه انه كان راح معاه دوري طولون في فرنسا وخدوا معاه في كاس العرب. هو